موضوعنا النهاردة مهم وحبيت نتكلم فيه مع بعض. يلا بينا ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ربنا يسعدكم جميعا. النهاردة موضوعنا عن الصلاة. كتير مننا بيعاني، ولادها ما بيسمعوش كلامها في موضوع الصلاة، او اني واحدة زوجها يعني برضو مش ملتزم في موضوع الصلاة. ازاي نقنعهم بشكل لطيف من غير ما نبقى على طول في مناقرة ومناكفة، وازاي ان هم يبقوا على قناعة ويفهموا يعني ايه معنى الصلاة، ليه فرضت علينا، وليه ربنا يعني سبحان الله قارنها بالشرك او الخروج من الدين سبحانه وتعالى. يعني يعتبر هي عمود الدين. حتى سبحان الله مشايخنا الافاضل دايما يقولوا لنا حتى لو انت يعني بتعمل اي ذنب او بتقوم باي معصية، ما تتركش الصلاة، ما تسيبش الصلاة، لان اكيد هيجي لحظة وهتقومك، هترجعك تاني للخط المستقيم. طيب هنبدأ بالطريقة اللي هي المفروض نتكلم بيها مع ولادنا، او ان الزوجة تتكلم مع زوجها ازاي، او حد يعني من افراد اسرتها بتحبه وعايزة تساعده ان هو يعني يحط الصلاة من اولوياته. احنا لو فكرنا مع بعض هنلاقي ان مثلا موضوع الصلاة ده فرض علينا، يعتبر احنا خلقنا اصلا له. يعني ربنا لما خلقنا او خلق البني ادم خلقه علشان يعبده، علشان يسجد له في الارض، علشان يركع له. يعني هي الفكرة كلها ان انا ادور على الصيغة والطريقة اللي انا اوضح للي قدامي اهمية الصلاة، وان اصلا احنا مخلوقين ليها، مخلوقين للعبادة. ده أصل وجودنا في الحياة. أي موضوع تاني أو أي شغل تاني بيشغلنا في الدنيا دي حاجات يعتبر ثانوية، يعني حاجات المفروض إن احنا كحياة هنقوم بيها، إن احنا نشتغل، يكون لنا دور في الحياة العملية، شغل، وظيفة، شغلنا في البيوت، ان احنا مثلا بنأدي وظائفنا كأمهات او ربات بيوت، او يعني امرأة عاملة، او ازواجنا وولادنا في دراستهم او شغلهم. كل ده حياة دنيوية. لكن الاصل لو رجعنا احنا اصلا خلقنا لايه؟ يعني ربنا لما بدأ سبحان الله يتكلم عن الخلق، او ان هو يكون البني ادم، خلقه علشان ان سبحان الله ابليس او الشيطان لما يعني مثلا لو هنعتبر ان هم فضل ربهم مهمين لازم نفكر فيهم احنا وبنتكلم معاهم. ان مثلا لو هنعتبر ان انسان قدم لي خدمة او عمل لي فضل، فالمفروض ان انا دوري اشكره، اقوم بواجب ناحيته بالشكر، ان انا اقدم له شكر بشكل او باخر. شكر الله الصلاة. يعني أنا دلوقتي لو بصيت على النعم والخدمات اللي ربنا مقدمها لي في دنيتي، معقولة إني ده بقى إنسان ناكر الجميل، ناكر الفضل؟ المفروض إن أنا أكون ممتن لله سبحانه وتعالى على كل النعم اللي ربنا أعطهاني وأدامها عليا، وأطلب منه إنها تدوم في حياتي. طيب النقطة التانية إيه هي؟ إني أنا لما موكل محامي إن يقوم بمهام حياتي ويساعدني فيها، على الاقل بكون له ممتن. وايه اللي يثبت ان انا موكله؟ ان انا اقدم له حاجه تثبت له ان انا واثق فيه. هي الصله اللي بينك وبينه. ايه هي الصله بينك وبين ربك؟ هي الصلاه. الصلاه صله. فيعني صعب جدا ان انت تقطع الصلاه او الصله بانسان انت يعني وكلته كل امرك ان هو يدير لك امورك كلها. فايه اللي يوصل بينك وبينه؟ ايه حلقة الوصل اللي بينك وبينه؟ هي الصلاة لربك سبحانه وتعالى. فهل هو سبحانه وتعالى ربنا محتاج لك؟ انت اللي محتاج له دايما. انت لما بتعجز في شيء ما بتلاقيش حل تاني غير انك تسجد له على الارض وتبكي. فالامر الطبيعي انك تكون كده في كل امورك، في كل الاوقات اللي انت يعني سبحان الله عايشها لله، حياتك كلها المفروض لله سبحانه وتعالى. طيب انت لو مقصر اصلا في موضوع علاقتك بالله اللي هي الصله اللي بينك وبين ربك اللي هي الصلاه، هل هو هيقطع عنك الاكل او الشرب، او انك تعيش حياتك بشكل طبيعي؟ هتعيش بس ظاهريا.
هتبقى عندك نواقص كتير جواك، ناقص حاجات كتير نفسية، اللي هي هدوء النفس والطمأنينة. طب ليه تضيعها على نفسك؟ ليه ما تعيش حياتك وانت مطمئن وواثق في الله ملك الأكوان؟ انت شيء بسيط في وسط الكون اللي هو خلقه ده. فانت يعني هل انت يعني تبخل على نفسك بانك تقرب لله سبحانه وتعالى؟ ده الانسان لما بيلاقي سلطان او يعني بما معناه ان انسان له سلطة على شيء، بيحاول يتحفف كده ويتقرب منه علشان ينول الرضا، ينول الخير اللي ممكن يكون عند الانسان ده اللي هو يملك امور كتير في حياته. فما بالك بملك الملوك؟ انت مستخسر في نفسك انك تبقى قريب منه علشان يدبر لك كل اموره؟ سبحانه لا حاجة له عندك، ولكن انت كل حاجاتك عنده. فعليك بالطلب بالأدب، والأدب هو الخشوع والصلاة والتقرب لله سبحانه وتعالى بالصلوات والسجدات والركعات. فلا تبخل على نفسك بالطمأنينة اللي انت محتاجها في حياتك. دمتم في أمان الله. السلام عليكم.